مرحباً بكم في قناتي قصص وعبر من عالم النساء. في هذا العالم وراء كل باب حكاية، ووراء كل صمت ألم لا يحكى. هنا قصص وعبر من عالم النساء، حكايات حقيقية، قرارات صعبة، ونهايات قد تغير كل شيء. وقبل أن نبدأ، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والضغط على زر الإعجاب دعماً لنا لنستمر في تقديم المزيد من القصص المؤثرة. استعدوا، فبعض القصص ليست للترفيه بل للعبرة. لنبدأ. السلام عليكم، أنا هند، وكان عمري وقتها 25 سنة. يومها كنت خارجة مع صديقاتي، وفجأة لاحظنا 3 شباب يتبعونا، وعرفت بعدين إن سلمان هو اللي خلاهم يتابعونا لأنه أعجبوا أسلوبنا. ضحكنا معهم وجلسنا في قهوة نسولف ونتمشى شوي، وسلمان كان طويل وراقي، لابس سروال مرتب وقميص شيك، وجايب بوكي ورد بطريقة مضحكة، وقال لي: أنا حبيتك من النظرة الأولى. وأنا استغربت وخفيت البوكي في شنطتي وحطيت فوقها الجوال، ورجعنا عند صديقاتي نضحك ونتونس. بعدين صار يسألني متى نتلاقى مرة ثانية، وكنت أحاول أتنكر وألعب بالموضوع، لكنه مستمر ويرسل لي رسائل صباح ومساء مليانة قلوب وورود. كنت أحاول أفكر كيف أتعامل معه، مرة أقرر أقابله وأشرح لأني ما أنفع له، ومرة أقرر ما أشوفه أصلاً، لأنه رغم أنه شخص مهذب وراقي ووجهه مقبول، كنت خايفة أغلط بحقه. طول الأسبوع كان يتواصل معي، وكل مرة أسوي نفسي مشغولة وما أحكي لصحباتي شيء. وبالنهاية قررت أقابله بالتخفي عن صديقاتي، وطلعت معه في اللقاء، وكان لابس سروال ثوب كحلي وقميص أبيض، وكان مبتسم لي وقال إنه اليوم مهم له. وكنت محتارة كيف أتصرف معه، لأنه فعلا كان طويل وراقي ووجهه مقبول، بس كنت حذرة ومش عارفة إشلون أتعامل معه. المهم تلاقينا أنا وسلمان وسلمنا على بعض، وبقينا نتمشى على البحر، وكان فرحان مرة. وبعدها رحنا لقهوة صغيرة. هناك قال لي بصراحة: أبغى أتزوجك. وقلت له: ما يصير، كيف تتزوجني؟ أنت ما تعرفني وأنا ما أعرفك. قال لي: أنا سلمان، موظف وآخذ 3000 دينار، وأعيش مع أمي وأختي وأخوي، ووالدي كان عسكري، وإذا وافقتي تسكنين مع عائلتي أكون أسعد واحد، وحطك بعيني من الداخل. بقيت أراقبه، وكان صرب علي أقول له: ما أنفع لك. شربنا القهوة وكملنا الطريق لبيتي، وكنت أفكر: يا ربي، الزواج؟ هل فعلا رح أتزوج سلمان اللي عاجبني كثير؟ كنت عمري وقتها 22 سنة وهو 32 سنة، وكنت أشتغل شغل بسيط والراتب على قبل الحال. بعدها بأسبوع ما رديت عليه، رغم أنه كان يتواصل معي دايم. بعدها أقنعت أمي وقالت لي: خذي اللي يحبك وما تاخذي اللي تحبينه بس. وفعلا جاوا يطلبوني للخطوبة، وبدأنا نتعرف على بعض أكثر عن قرب. عرفت عن عائلته كل شيء، وهو عرف عني أني بنت مؤدبة وخلوقة، وأني الأصغر بين خواتي ال3، وأختي الكبيرة فاطمة متزوجة، والثانية تسكن في بلد تاني، أما أنا باقية مع والدي. والدي رحب فيهم وقال: أهلاً وسهلاً. وكذا بدأت القصة بيني وبين سلمان، واللي مع الوقت صار جزء مهم من حياتي. الناس جوا وشافوا الوضع وعجبهم، كانوا طيبين وخطبوني وتفاهموا على كل شيء، ورجعوا لبيوتهم. أمي قالت لي: ناس طيبين، توكلي على الله. وحتى أبوي ارتاح لهم، تجمعوا وتفاهموا مع بعض، وكانوا قريبين من طباعنا تقريباً، وأنا وافقت. صحباتي لما عرفوا أن سلمان خطبني انصدموا، وتغيرت معاملتهم معي، كانوا كأنهم ما يحبوني، بس أنا كنت أمثل عليهم. بصراحة ما كنت معجبة. المهم عملنا العرس ورجعت لبيتهم، وكانت أخته تدرس في النادي، وأخوه موظف. كانوا عيلة محترمة ويعاملوني كويس. سلمان كان يحبني مرة ودايماً يحرص علي. في البداية كنت أشتغل بعد الزواج، لكن بعد فترة صرت بعيدة عن شغلي بسبب المسؤوليات. هو كان يقول لي:
اجلسي مثل ما أنتي، وبكرة بعد بكرة بتصيرين حامل وما رح تقدرين تكملي الشغل. ومع مرور الوقت صار آدم ولدي، وكانت الأمور تمشي كويس. الأيام مرت وسلمان أخذ لي الشقة الاقتصادية اللي وعدني فيها، وكنت فرحانة مرة. ورجعنا لبيتنا بعد فترة صعبة بسبب الراتب والمصاريف. كنا نحاول نتفاهم مع بعض على السكن والعمل. أحياناً كنت أتعب وأحس إن الوضع صعب، خصوصاً مع مسؤولياتي ووجود آدم الصغير. أمي كانت دايماً تطمني وتقول: أصبر يا بنتي، الله يفرجها. وأنا كنت أشرح لها كل التفاصيل. أختي وفاء وزوجها كانوا يدعمونا ويقولوا لي: خليكي مع سلمان وحاولي تقنعيه، العمل في العقارات رزق، وإذا كان شغال مع الدولة ممكن يندم بعدين. بدأت أقنع سلمان. بالبداية رفض، بس مع الوقت وافق على بعض الحلول، وحاولنا نضبط حياتنا بين الشغل والمسؤوليات، وربنا يسهل الأمور. سلمان بدأ يشتغل عند فؤاد رغم أنه ما كان عنده وقت فراغ كثير، وبدأ يشوف فلوس الشغل في العقارات ويطلع شهادات طبية ويخطط للاستقالة بالوقت المناسب. كان يشتغل مع فؤاد بشكل منتظم وتعلم أسرار الشغل شوي شوي، ومع الوقت صار فؤاد يعتمد عليه. ولدنا بنتنا سارة، وكانت الأمور ماشية تمام، وقررنا نبيع الشقة الاقتصادية. تعاملنا مع البنك وكل شيء تم بطريقة منظمة، واشتريت لنا شقة كبيرة، وكنت فرحانة مرة. سلمان غير سيارته وبدأ يدعم بيت أهله، ورجعنا للروتين اليومي بعد ما الأولاد كبروا وصاروا يروحوا المدرسة. أنا طلبت أشتغل معاه، وهو قال لي: أصبري شوي، أنا بحاجة لشخص موثوق يساعدني. وكنت مصدومة من ثقته فيني. بدأ يعلمني أشياء في الشغل ويعطيني مسؤوليات، وكنت حريصة ما أضر أختي وفاء وزوجها، وأخذت رأيها قبل أي خطوة. وفي يوم وفاء قالت لي: سلمان قال لي فؤاد يزيدك في الراتب، أنت تستحقين فلوس صح، أنا كنت أعطيكي قليل. فؤاد وعد إنه راح يزيد لك، وما في أي مشاكل بينهم، وكل شيء صار منظم. وكنت مطمئنة أن علاقتنا ما راح تتأثر حتى لو صار خلاف بين العائلات، وحافظنا على هدوء الأمور بيننا وبينهم. المهم ارتحت شوي، بس كنت خايفة من جهة سلمان. دايما كنت أخاف إنه يسوي شيء غلط، وكنت أحاول أهدي نفسي وأتكلم معاه بهدوء، لكنه كان مصمم يسوي أموره على طريقته. الأيام مرت، وفعلا سلمان بدأ يشتغل لحسابه الخاص، والحمد لله الأمور صارت طيبة مع فؤاد. وهنا صار يحتاجني، وبدأت أشتغل معاه، وصرنا نتقدم خطوة خطوة. بعدها اشترينا بيت خاص، ما كان فيه عمارات، بس كان عندنا مشاكل بسيطة مع الجيران. بعنا الشقة القديمة بنفس الطريقة اللي بعنا فيها الشقة الأولى مع البنك. سكننا في بيتنا القديم، شوي قديم وما مصلح، بس صلحنا اللي قدرنا عليه. كنت نفسي أغير كثير من الأشياء فيه، لكن سلمان قال لي: لا تغيري شيء، نصلحه ونصبغه ونعيش فيه. وكنت أفكر نبني فيلا خاصة فينا. قلت له: وش تقول؟ قال: إيه، فيلا. وقال لي المواد موجودة وأنا أشتغل فيها. وبدأنا نحضر الأرض ونبني شوي شوي. كنت فرحانة جدا، ومع الوقت سلمان اشترى الأرض وبنينا فيلا أحلامنا طوبة بطوبة، وأنا معاه بكل خطوة، أتابع العمل من المكتب وأهتم بالبيت. درسنا أولادنا في مدارس خاصة، وسافرنا في عدة مدن في السعودية وبعدها حتى برا. الأمور كانت ماشية، لكن لما دخلت الفلوس بدأ سلمان يتغير شوي. أول شيء العصبية، صار يزعج على كل شيء، وإذا وصل الحديد أو الإسمنت متأخر كان يغضب، وكنت أحاول أهديه، وهذا كان غلط لأنه كان يغضب أكثر ويصرخ قدام العمال. ولما مرجع البيت صرنا نخاصم شوي، وكنت أحاول أباعد عن عصبيته. صرنا كأننا أخوان في البيت. هو مهتم بالماركات الغالية والبارفانات والساعات الفاخرة، لكن كنا نعيش في هدوء نسبي. الفيلا صارت جاهزة، وجات العيلة تبارك لنا، وكنت فرحانة جدا. لكن سلمان ظل قليل التواصل، ويسهر برا إلا إذا كانت مناسبة أو عرس أحد معارفه، وأنا كنت أروح معاه وأتعلم كيف أرتب وألبس وأظهر بشكل مناسب، وحتى علمته كيف يلبس. يوم من الأيام جات له ضيفة مسكينة عايشة حياة بسيطة من البدو، لابسة جلابة قديمة وكانت مرتاحة فيها. جابها سلمان معاه عشان يوديها عند الاختصاصي، بس هو انشغل ونسى أمرها. حسيت الوضع غريب شوي،
يوم دخلت أمه ومع بعض أصحابه ووجهها تغير. أمه قالت له بطريقة غريبة: ما عجبني الوضع، اطلعوا. بعدين أخوه بدأ يضايقها ويعايرها وقال: من هذا الاختصاصي تبعك؟ تدخلت وقلت لهم: أنا باخذها للطبيب. فعلا ركبتها في سيارتي ووديتها للطبيب، وقعدت معاها حتى سوت كل الفحوصات والراديولوجي. بعد ما هدي سلمان صار كل مرة يتصل يسأل عن حالها وكأن الوضع طبيعي، بس أمه وأخوه ظلوا غضبانين عليه. الأيام عدت وجاتني أخبار صدمتني. قالوا لي إن سلمان ممكن يكون مع وحدة ثانية شابة. قلبي انكسر وبدأت أحس بالضرر، بس ما قلت له شيء، وبدأت أراقبه بهدوء عشان أتأكد. قالوا لي إن تحط فيديوهات في تطبيقات. دخلت وفعلا لقيتها. البنت كانت جميلة، تخلي الناس يجنون من جمالها، وتسوي فيديوهات كثيرة فيها دعاية لمستحضرات التجميل والعطور وكل شيء يتعلق بجمال المرأة. حسيت بالغيرة تقطع قلبي وسكت وما قلت لأي أحد، لأنه لو يتكلم أحد سلمان ممكن يعرف. كنت أتعامل طبيعي وأوفر فلوسي وأخفي مشاعري، أحاول أتخلص من شعوري بالشك. ما أنكر عليكم، كنت أبكي لوحدي وأشهق، وبعدها أغسل وجهي وأحط الميك-اب وأوقف وأحاول أكون قوية، وهذا الشيء زاد من شعوري بالضرر. المهم صار كل ما أشوف سلمان يختفي أو يتأخر أو يزيد في أناقته وروايحه، وأنا أفكر غالباً بيروح عندها، وأجلس أتفرج على فيديوهاتها وأركز فيها، وأقول لنفسي أكيد يتذكر قصة حبها أو بيسوي شيء لها، وهالشي كان يخلي عقلي يجن. هو مستمر يتغير، كل مرة يبدل سيارته، وكل مرة يسافر برا أو لحاله، وقلبي مليان شكوك وما أعرف شسوي. إلين جاء يوم مرضت بنتي وجلست معها أتابعها وأهتم فيها. شوي شوي رجعنا نتكلم أنا وسلمان، فقلت له: بس رجع سارة لمدرستها يوم الاثنين وبعدها أرجع لشغلي. سكت وهو يفطر، ما رد علي على طول. بعدين قال بكل برود: لا خلاص ما يحتاج ترجعي، اقعدي في بيتك. استغربت وقلت: طيب ما قلت لي شيء قبل؟ قال وهو يكمل فطوره: الحين أقول لك، دقوا علي بنات عندهم مؤهلات وشفت واحدة كفو وكلمتها، قلت لها إذا تبين الشغل تمسكينه لين ترجع على راحتها. جلست أطالع فيه ومخي مو مستوعب، وقلت له: وش تقصد؟ تتكلم جد ولا تمزح؟ قام من مكانه وقال بكل بساطة: اقعدي في بيتك واهتمي بعيالك، وأي شيء تحتاجينه قولي لي. وبعدها دخل الحمام وقفل الباب وتركني مصدومة. كنت أشتغل مع سنين، لا عقد ولا أوراق تثبت حقي، وكل هالسنين اللي تعبت فيها راحت ببلاش. قعدت أفكر بيني وبين نفسي: أنا أستاهل اللي صار لي؟ حاولت ألين الجو معاه، يمكن يرضى ويرجعني للشغل، أو على الأقل يوافق أسوي لي مشروع باسمي، لأن كل شيء كان باسمه هو. صرت بهالحالة أفكر وأتقلب كل دقيقة، وأسأل نفسي: أواجهه وأقول له أنا عارفة وش تسوي مع ذيك البنت؟ بس كنت أسكت وأكتم كل شيء بقلبي وأحاول أفضفض لنفسي بس. وفجأة جانا خبر هز العائلة كلها: زوج أختي وفاء وفؤاد اللي كان سلمان يشتغل معه توفى في المستشفى. كانت صدمة بكل معنى الكلمة. أختي وفاء عندها 3 عيال كبار، والبنت الصغيرة كانت معه وقتها. تزوجت وهي عمرها 18 سنة، وزوجها الله يرحمه من عائلة كبيرة ومسؤولياتهم كثيرة، والوضع أصلاً مو سهل. رحنا كلنا للجنازة، وقلت لسلمان خليني شوي مع أختي، وقال على خاطرك. وقعدنا أنا وأمي جنبها قرابة 20 يوم، والأطفال يجون من المدرسة لبيت خالتهم، وسلمان كان يجي أحياناً ويتعشى معنا ويبات. لين قالت لي أمي: ارجعي بيتك. وقلت لها: لا تخافين وبسوي اللي علي. رجعت وما تغير شيء، لا مشروع ولا اهتمام، بس لف ودوران. لين جاء يوم لبس عادل بدلة كحلي وقميص رمادي وساعة فضية، وقال: ما برجع للغدا ويمكن أتأخر. بعدها رن سلمان يطلب ملف من المكتب بحجة لجنة رقابة. رحت وهناك شفت البنت اللي أخذت مكاني. أخذت الملف وبدافع الفضول فتحته وانصدمت من مخالفات خطيرة ممكن تدخل السجن. صورت الأوراق وأرسلتها لأختي وفاء كأمانة ومسحتها من جوالي. رجعت البيت وحطيت الملف. جاء سلمان متوتر وسألني: قريتيه؟
وقلت لأ، ومر الموضوع. عدت الأيام وعيالي كبروا وتخرجوا وهو اهتمامه كله بنفسه، لين دخل يوم وقال أبغى أتزوج. بهدوء طلبت حقي وقلت طلقني. تفاجأ وخاف لأني واجهته بمعرفتي له. حاول يساومني بمبلغ وموافقة. كلمت أختي ونصحتني ما أطلب الطلاق وأشتغل معها. وافقت على زواجه مقابل مبلغ وشغلي معها، لكنه ما عدل وسكن مع الثانية وصار يجي كضيف. وبعد 2 قال بيبيع كل شيء ويهاجر. هنا قررت أحفظ حقي. جمعت أوراقي وكلمنا محامي وتم الاتفاق آخذ نصيبي كامل. بقيت ببيتي واشتغلت واستقرت حياتي. وبعد فترة تزوجت رجل أرمل محترم وعشت أحلى أيامي. وسلمان ندم وتأكدت أن الطلاق مو نهاية العالم، بل ممكن يكون بداية حياة أجمل. وهكذا تنتهي قصتنا اليوم، لكن العبرة تبقى. تذكروا دائماً أن وراء كل تجربة درس، ووراء كل ألم بداية جديدة. إذا أعجبتكم القصة لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد من القصص والعبر. شاركونا آراءكم في التعليقات، فربما تكون كلمتكم سبباً في إلهام شخص آخر. نلتقي في قصة جديدة ودمتم بخير.